ليه الحب بيخلينا أغبياء؟ هل هو سحر غامض أم خلل في عقولنا؟ لماذا نجد أنفسنا نفعل أشياء لم نكن نتخيل يوما أننا سنقوم بها؟ ننتظر رسالة لساعات، نضحك على نكتة لم تكن لتثير انتباهنا، ونرى في شخص عادي مخلوقا أسطوريا لا مثيل له. هل الحب نوع من الجنون المؤقت؟ أم أننا ببساطة نحب أن نكون أغبياء عندما نقع فيه؟ العلم يقول إن الحب يشبه الإدمان. نعم، حرفيا. دماغك يفرز كميات مهولة من الدوبامين، نفس المادة التي تجعلك تدمن الأشياء التي تمنحك السعادة، مثل الشوكولاتة أو المخدرات. لهذا السبب، عندما نقع في الحب، نشعر بنشوة غريبة تجعلنا نتصرف وكأننا خارج نطاق السيطرة. لكن المثير في الأمر أن الحب لا يعطل فقط قدراتنا العقلية، بل يبرمجنا على التركيز على شخص واحد فقط، متجاهلين كل العيوب، وكأن عقولنا دخلت في وضع التلاعب الذاتي. فتجد نفسك تقول: لا، هو مش غبي، بس محدش فاهمه، أو هي مش نكدية، بس حساسيتها زايدة شوية. وهكذا نغرق في وهم مثالي لا علاقة له بالواقع. أما الجزء الأكثر عبثية، عندما ينتهي الحب، نعود فجأة إلى رشدنا ونتساءل: كيف كنت أرى هذا الشخص بهذه العظمة؟ هل تغير؟ لا، أنت فقط تخلصت من التأثير الكيميائي الذي كان يسيطر على عقلك، وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي. إذن، لماذا نقع في هذا الفخ مرارا وتكرارا؟ ببساطة، لأننا مبرمجون على ذلك. الحب ليس مجرد شعور، بل هو أداة بقاء تجعلنا نرتبط بشخص معين لنكون عائلة ونستمر في التكاثر. بعبارة أخرى، الحب مجرد خدعة بيولوجية، لكنها أجمل خدعة وقع فيها البشر على الإطلاق. والآن، أخبرني في التعليقات ما هو أغبى شيء فعلته بسبب الحب. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن الحلقات القادمة من سلسلة ليه ستكون أكثر جنوناً.